تفتكر ليه حضرتك لازم تتعلم برمجة النهارده حتى لو مش هتشتغل مبرمج؟ زمان خالص اللي ما كانش بيعرف يقرا ويكتب كان بيتقال عليه أمي، وبعدين بقت الأمية بتطلق على الناس اللي مش بيعرفوا يستخدموا كمبيوتر. النهارده في العصر ده الأمية الحقيقية هي إنك ما تكونش فاهم اللغة اللي العالم كله ماشي بيها، واللي هي لغة البرمجة. مش لازم تكون عبقري ولا تشتغل مبرمج، بس لازم يكون عندك محو أمية برمجية. يعني إيه الكلام ده بقى يا بيشو؟ تعال أقول لك إزاي حياتك هتتغير لو اتعلمت بس أساسيات البرمجة. ستيف جوبز مؤسس شركة أبل قال جملة غيرت نظرة العالم للتكنولوجيا. قال: يجب على كل إنسان أن يتعلم كيف يبرمج كمبيوتر لأن هذا يجعله كيف يفكر. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن البرمجة مش مجرد كتابة أكواد، البرمجة هي ببساطة رياضة للعقل، بتخليه دايما صاحي وبتزود معدل ذكائه، بتعلمك إزاي تفكك مشكلة كبيرة لمشاكل صغيرة عشان تعرف تتعامل مع كل واحدة لوحديها، بتعلمك تفكر بمنطق وتسلسل، وبتعلمك التفكير النقدي والإبداعي. ودي حاجات بسيطة قوي من صندوق المميزات اللي هتكتسبه لو اتعلمت أساسيات البرمجة بس. المهارة دي أنت لو اكتسبتها هتقدر تطبقها في مذاكرتك أو شغلك أو نظام يومك كله. لو أنت طالب، البرمجة هتخليك تفهم المواد العلمية والرياضيات بشكل أمتع بمراحل. ولو أنت شخص كبير وبتشتغل، البرمجة هتخليك تفهم حاجات كتير من الدنيا اللي أنت عايش فيها. ولو أنت بقى ولي أمر، البرمجة هتخليك فاهم العالم اللي ابنك عايش فيه، وبدل ما تمنعه من الشاشات هتوجهه إزاي يستخدمها. البرمجة بتعلمنا الصبر والمحاولة، وده مبدأ مهم في البرمجة اسمه ترايل اند ايرور، إنك لما تغلط ما تتضايقش وتقعد تأنف في نفسك وتجلد ذاتك. بالعكس، تعرف وتدرك إن دي فرصة كويسة جدا إنك هتتعلم حاجة جديدة وتبدأ تدور على الحل وتجرب تاني وتالت. ده سيستم حياة كامل مش مجرد كود. طيب ناس كتير هتقول لي: يا بيشو أنا ما عنديش وقت للكلام ده، وأقل كورس دلوقتي بيبقى شهر أو اتنين أو تلاتة أو أكتر بكتير، أعمل إيه؟ خليني أقول لك إن أي حاجة في الحياة عشان تتعلمها أو تكتسبها محتاجة وقت ومجهود، فلازم تفضي وقت في يومك أو في أسبوعك لحاجة زي كده. وخليني أقول لك إن كورس بسيط بيعلمك أساسيات البرمجة، سواء بقى خلصته في شهر أو اتنين أو تلاتة حسب وقتك اللي أنت بتخصصه كل يوم أو كل أسبوع، كفيل إنه يوفر عليك سنين من التوهان في المستقبل. التلات شهور دول مش ضياع وقت، دول ابديت لمخك، هتخرج منهم شخص تاني بيعرف يحل مشاكله بذكاء، وهتفهم ازاي الابلكيشنز والاي اي اللي حوالينا بيشتغلوا. وانت هنا بتنقل نفسك من خانه المستهلك السلبي لخانه المستخدم الذكي والمستنير. نصيحتي لكل اب وام، لكل طالب وحتى كل موظف: ابدا خد خطوه في محو امنيتك البرمجيه. السن ده مجرد رقم، والبدايه عمرها ما كانت متاخره. البرمجه هي الكهرباء بتاعه القرن ال21، مفيش حد يقدر يعيش من غير ما يفهم هي بتشتغل ازاي. في النهايه بقى عايزك تنزل تكتب كومنت ان انت هتبدا النهارده تتعلم برمجه، عشان ترجع بعد كام شهر تقول لنا ان انت خلصت اول كورس اساسيات ليك. لايك، شير، سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي.